هل تصدق إن لاعب سجل هاتريك مع مانشستر سيتي وساهم في حسم مباريات حاسمة وما زال بعيد عن أضواء الإعلام؟ عمر مرموش، النجم العربي المصري، يقدم موسم ناري مع السيتي، لكن الإعلام ساكت. خليني أقول لك الحقيقة كاملة. ماذا قدم مرموش مع مانشستر سيتي؟ من أول مباراة كأساسي له مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل سجل هاتريك خرافي. في أول 10 مباريات فقط مع الفريق سجل 9 أهداف وصنع 4 أهداف. أهدافه ما كانت عادية، حسم بيها مباريات في الدوري الإنجليزي، ساعد الفريق يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد، أسجل هدف رائع ضد ليفربول في قمة الدوري. الإحصائيات تقول إنه تاني أكتر لاعب مساهمة في الأهداف بعد هالاند خلال نفس الفترة. ليابا الإعلام يتجاهله. الإعلام الإنجليزي مركز على أسماء كبيرة زي هالاند، دي بروين، وصلاح. مرموش جديد على السيتي وما عنده نفس العلامة الإعلامية أو البروباجندا مثل النجوم. حتى بعض الصفحات العربية ما تغطي إنجازاته بشكل عادل، مع إنه فخر عربي حقيقي. الإعلام ساكت، لكن الأرقام تتكلم. أسلوب لعبه وتأثيره، مرموش لاعب مرن، يلعب كجناح، مهاجم تاني، وحتى مهاجم وهمي. يملك سرعة رهيبة، قدرة على المراوغة، وذكاء كبير في التمركز. جوارديولا وصفه بأنه سلاح تكتيكي خطير، ومع ذلك ما يحظى بتغطية تليق به. في البارحة سجل هدفا يذكرنا بهدف رونالدو مع اليونايتد ضد بورتو، وصراحة هدفا رائع بامتياز لمرموش، لكن الإعلام صامت. لو كان لاعب آخر لأمت قيامه. رمز عربي جديد، عمر مرموش أصبح من أبرز المحترفين العرب في أوروبا حاليا. تطور مستواه بشكل رهيب في ظرف سنة. يستحق الدعم الإعلامي العربي، لأنه فعلا قدوة لجيل كامل من الشباب العربي الطموح. مرموش مظلوم؟ الأرقام تقول نعم. برأيك، هل سيتغير تعامل الإعلام معاه؟ وهل تشوفه يستحق يكون نجم السيتي القادم؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات واشتركوا في القناة، لأن الجاي أقوى.